كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد يوما، فرأى أبي بن كعب فناداه: يا أبي. وكان أبي يصلي النافلة، فلما انقضى من صلاته جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعم يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. قال: ما لك تباطأت؟ يعني ناديتك منذ برهة. قال: كنت أصلي يا رسول الله. قال: ألم تقرأ قول الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يعني النافلة لو دعاك النبي وأنت تصليها تقطع صلاتك، بل حتى الأم لو نادتك وأنت تصلي النافلة تقطع صلاتك، فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم قال النبي: يا أبي، ألا أعلمك سورة؟ شوف الصحابة لما النبي بيعلمهم شيء كلهم آذان صاغية. وشوف الفضل: ألا أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. شنو هذه السورة؟ قال: سأخبرك قبل أن أخرج من المسجد، من باب المسجد هذا. يقول: فمشيت مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول وأنا أمشي أتباطأ معه وهو يتحدث حتى يخبرني بهذه السورة. يقول: وقبل أن نخرج من باب المسجد قلت: يا رسول الله، ما هذه السورة التي أخبرتني أنك ستعلمني إياها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تقرأ في صلاتك يا أبي؟ قال: أقرأ أم القرآن، الحمد لله رب العالمين. قال: والله ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان ولا في الزبور مثلها، إنها السبع المثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. من عظمها نقرأها في كل ركعة في صلاتنا، بل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إنها السبع المثاني، 7 آيات تتكرر في كل ركعة. إنها القرآن العظيم، إنها سورة الفاتحة، إنها الحمد، إنها الشافية. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: في يوم من الأيام يقول كنا نمشي في مسير، فخرجت لنا عند قرية جارية، قرية ليست مسلمة، خرجت منها جارية، فقالت ونظرت إلينا قالت: هل عندكم راق؟ فإن سيد الحي سليم، يعني مريض، إذا ذهب عنا غيب، يعني يغمى عليه، فهل عندكم راق؟ يقول فخرج، يقول أبو سعيد: خرج منا رجل لا يعرف برقية، مو معروف بالرقية. يقول فخرج من عندنا وذهب إليه فرقاه فشفي، قام من مرضه، فأعطاهم 30 شاة هدية. يقول فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخذوا منها شيئا حتى سألوا رسول الله. قال: ما قرأت عليه؟ قال: قرأت عليه الفاتحة، ما أعرف غير الفاتحة. قال: وما يدريك أنها رقية؟ الله أكبر، أعظم رقية في القرآن سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. وفي بعض الروايات أن بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، وبعضها تقول تبدأ بالحمد لله رب العالمين. سورة عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما من الأيام مع جبريل، فسمع النبي نقيضا في السماء، فقال جبريل لرسول الله، قال: يا محمد، أتعلم ما هذا الصوت؟ قلت: الله أعلم، ما أدري، أنا إيش عرفني ما هذا الصوت؟ فقال جبريل لرسول الله، قال: هذا باب فتح في السماء ما فتح لنبي قبلك. الله أكبر، يعني الحدث جلل والموضوع عظيم. الباب من السماء هذا ما فتح لأحد إلا لرسولنا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل منه ملك ما نزل لأحد، فجاء لرسول الله فقال له: أبشر يا محمد بنورين أوتيتهما، لك نورين لم يؤتهما أحد من قبلك. تخيل، باب أول مرة يفتح، ملك أول مرة ينزل، ونورين ما أعطيهما أي نبي قبل رسول الله. ما هما؟
قال فاتحة القرآن الكتاب وخواتيم سورة البقرة آمن الرسول. ما أعظم هذه الآيات. لهذا أيها الأخ الحبيب، وأنت تصلي وتكبر في الصلاة وتقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، حاول أن تستشعر أن هذه السورة ما نزلت على أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.